حكيم زياش ماشي مجرد لاعب في الهجوم، بل هو الرأس المفكر اللي كيدخل إبداع في أسلوب لعب المنتخب المغربي. حضوره كيعطي توازن مهم بين الوسط والهجوم، لأنه كيملك القدرة على خلق الحلول في الأوقات الصعبة، وبتمريرات دقيقة كتفتح اللعب وكتغير مجرى المباراة. بزاف ديال المحللين كيشوفوا أن زياش هو اللاعب اللي كيمنح المنتخب الشخصية الهجومية الحقيقية، خصوصا في المباريات الكبيرة اللي كتحتاج لاعب يقدر يشعل الشرارة. هاد القيمة التقنية ما جاتش من فراغ، لأن جل المحللين متفقين أن حكيم زياش هو القائد الحقيقي داخل المنتخب، سواء كان لابس الشارة أو لا. أسلوب لعبه، هدوءه وتجربته الكبيرة كيعطيه وزن خاص داخل المجموعة، وكيخليه مرجع في اللحظات الحساسة. بصمته باينة في كل مواجهة، ومنين كيكون غايب كيبان النقص بوضوح، لأن الدور اللي كيلعبو صعيب يتعوض، خصوصا في صناعة اللعب والتعامل مع الضغط. وبناء على هذا الواقع، المحللين كيأكدوا أن المنتخب المغربي إلا بغى يدخل كأس إفريقيا بنية التتويج، خاص يكون حكيم زياش حاضر في التشكيلة. وجوده ماشي رفاهية بل ضرورة، لأنه اللاعب اللي كيقدر يحول التفاصيل الصغيرة لانتصارات كبيرة. ومع جيل شاب موهوب، زياش كيشكل حجر الأساس اللي كيجمع المجموعة ويوجهها نحو هدف واحد: الفوز بالكأس وإسعاد المغاربة.